يلا بينا نعمل زلابية بدون خميرة وبدون تخمير، بتتعمل في 10 دقايق وما بتاخدش اي وقت. الناس اللي مش بتحب ريحة الخميرة في الزلابية هتعجبها قوي الوصفة دي، سريعة جدا زي بتاعة الكافيهات بالظبط. الكافيهات دايما بتعمل الزلابية دي عشان بتكون سريعة ومش بتاخد اي وقت. وكمان هنعمل معاهم صوص ابيض خطير بيديها طعم حلو قوي، وهنحط عليها صوص كراميل، وكمان هنحط شوكليت. شايفين مدورة وحلوة ازاي، وكمان من جوه مستوية جدا ومفرغة. تابعوا الوصفة للاخر وان شاء الله هتعجبكم. مبدئيا هحتاج 4 علب من الزبادي. دي كانت زبادي عندي في الفريزر، طلعتها اتدفيتها في الميكرويف لحد ما بقت سايله كده واستخدمتها. ومش شرط ابدا انها تكون سايله، يعني تستخدموا عادي 4 علب زبادي فريش، وتقدروا طبعا تستخدموا نص المقدار لان المقدار ده كبير. بعد ما ضفت 4 علب زبادي اللي هي كوبايتين من الزبادي، ضفت عليها كوبايتين من الدقيق. نفس الكوبايه اللي هنستخدمها للزبادي هي نفس الكوبايه اللي هنستخدمها للدقيق. ضفت عليها 20 جرام من البيكنج باودر اللي هو 4 معالق صغيره من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من النشا. وبس كده هنقلب وكده بقت جاهزة. انا هقلب فيها لحد ما الدقيق يختفي تماما وتوصل للسمك ده. هو ده السمك المظبوط اللي انا عايزاه للعجينة. بتكون بتلزق شوية، انا هسيبها ترتاح بس 5 دقايق. لما بسيبها ترتاح بتكون اسهل عليها كتير جدا في التشكيل. حطيتها بقى في كيس حلواني، الزيت يكون غزير وسخن لكن النار تكون وسط. وهبدأ ان انا اقطع الزلابية كده زي ما انتوا شايفين، وادخل المقص في الزيت وبعدين ارجع تاني اقطع بيها عشان ما تلزقش في المقص. السبب اللي بيخلي الزلابية شكلها حلو كده ومدور هو الزيت الغزير. لو الزيت بتاعك ما كانش غزير عمرها ما هتدور معاكي. وبس كده هقعد اقليها كده لحد ما تاخد لون جولدن حلو. اسمعوا كده القرمشة. لو مش هتاكلوا الزلابية على طول يبقى قلوها في الاول نص قليه وبعدين ارجعوا قلوها تاني لما تاكلوها. زينتها بقى بصوص شوكولاته جاهز. اما الصوص الابيض ده كان عباره عن ربع كوبايه من اللبن البودر وربع كوبايه من السكر البودر، معلقتين 3 كده من الميه الدافيه، وقلبتهم مع بعض. وبعدين نزلت عليه بصوص الكراميل. عايزه اقول لكم بصوص الشوكولاته شبه بتاعه عربيات الزلابيه والكافيهات بالظبط. اما الصوص الابيض فهو اختراع، بيبقى طعمها حلو جدا. وتقدروا طبعا تسقوها بشربات بس يكون بارد، يعني الزلابيه سخنه والشربات يكون تقيل وبارد. مقدار الشربات بيكون عباره عن نص كوبايه من الميه عليها كوبايه من السكر وعصير نص ليمونه. يغلوا 7 دقايق على النار وبعدين نطفي. جربوا الوصفه ان شاء الله هتعجبكم جدا، والناس اللي بتستصعب الزلابيه هتعجبكم قوي قوي لانها سهله قوي، ما بتاخدش اي وقت. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.